هلو. أكلتنا كبة لبنية على الطريقة القديمة سويتها، يعني ما سويتها على الطريقة الحديثة. يضيفون بيها شغلات إضافية، فأنا اللي أعرفه بس يضيفون نعناع وحبية لبن أو يوغرت، شنينة اللي هو شنينة شنو هي؟ لبن ومسوين بيها ماي مخلين وملح، يعني طريقة ناجحة. اوكي، راح تشوفون الفيديو. هسه راح اودي اكل لابو كريس اشارة خضراء. اوكي، طبعا الطريقة اللي مسويتها قلت لكم الطريقة القديمة، شو ما كنت اعرفها احنا ناكلها قديم. اوكي، ما بشي راح اوصل، هذا الكلب وراي. اوكي، هرمي رغبة ثيان قيلة ثيلخ هويلة ثيلخ هالبلقت ليلي سبيري وسيرة سقلي وهرلة ثيلخ تم قدوية ديسي بلوخ. شو تريد؟ شاف صاحبه. شو تريد؟ جو باك. سيت اي شبي خبره. مش اختنا بتطلع براي بايب. مسويت لك كبة لبنية. اوكي، تقع عشيدك راح ندوقها ونشوف طيب ولا مو طيب. دق علي تخابر اطيب من هاي اللي اكلتها من الشقن. هالقد كانت هذيش، كل وحده براس خروف. مو مشكلة هاي كل وحده القد صغيره مثل يخني. لا سكري حنجربها. اوكي، شلونها الجدريه؟ انا ما ابي بنت سوبر 13. يلا تريدها سفري تو جو كلها زبله. لا باعي تضرنا عم خلص لك حتى تاخذها. حضر العجينه، جريش وبرغل ناعم. هذا جريش كوبين جريش، ربع كوب برغل. هذا برغل. باعوا فرق بين حباية جريش يكون بيها بياض، حباية برغل طبعا ما تفرق. راح اغسله ويتصفى من التلف كله. راح اعوفه في نص ساعة واسويه بمكينة. هنا عندي منقعة الحبية. للحشوة عندي لحم مشتريته مسواق عربية وبصل. اوكي، راح اسويه بمكينة. قطعته وما اريد اسوي خبيث مواعين قبل اجيب الطاوة، وراح اسويه بالطاوة اصلا، يعني احمصه اللحم، ولهذا طاوة اسهل. حمص اللحم شوية على النار. حضيف